بعد الأحداث المؤسفة التي حدثت خلال المباراة التي جمعت فريق شبيبة القبائل بنظيره الترجي التونسي بملعب رادس، والتي عرفت انفلاتا كبيرا بين الجماهير التونسية وقوات الأمن، وأسفرت عن إصابات لبعض المشجعين الجزائريين في المدرجات، كشف النقيب الأمني التونسي هيكل دخيل، والذي كان قد حذر وتنبأ بهذا السيناريو ساعتين قبل بدء المباراة، مشيرا إلى التورط الواضح للمخزن الصهيوني من أجل ضرب العلاقات بين الشعبين التونسي والجزائري، لأن دعم الجزائر لتونس يقف عقبة أمام مخططاتهم للإطاحة بالرئيس التونسي قيس سعيد. وعن الطرف التونسي شريك المخزن المغربي في هذه القضية، وجه النقيب الأمني أصابع الاتهام مباشرة لكمال القيزاني، المدير العام السابق للمخابرات بوزارة الداخلية التونسية، المعروف بزياراته السرية للمغرب، الذي وجه فرقة أمنية سرية مدربة تابعة للمخابرات للقيام بهذه المهمة القذرة، هدفها إيقاع قتلى بين جماهير الترجي التونسي وشبيبة القبائل لإحداث أزمة كبيرة بين الجزائر وتونس ينجر عنها قطع العلاقات بين البلدين، ليستفرد بعدها الأمريكان والأوروبيون بالرئيس التونسي ويعزلوه على حد تعبيره